السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. النهاردة إن شاء الله هنراجع مع بعض كل الجمل اللي موجودة في الوحدة الأولى المنهج الصف الأول الابتدائي. ركز معايا بقى في شرح الجمل عشان يكون عندك كتابة الجملة سهل كده وجميل. أول حاجة هنا في الجملة الأولانية بيقول لي دخل لي كلمة 7 days week في جملة. There are يعني يوجد للجمع. احفظ معايا there are يوجد للجمع. There are يوجد للجمع. There are 7 days in a week. There are يعني يوجد 7 days يعني 7 أيام in يعني في a week في الأسبوع. There are 7 days in a week. رقم 2 بيقول لي دخل لي كلمة Tuesday وكلمة after في جملة. Tuesday يعني الثلاثاء. comes after يعني يأتي بعد. comes after يأتي بعد، لكن comes before يأتي قبل. نحفظها كده. comes after يأتي بعد. comes before يأتي قبل. comes after يعني يجي بعد يوم الماندي، يعني التلات بيجي بعد الاثنين. Tuesday comes after Monday. Tuesday comes after Monday. Tuesday comes after Monday. نيجي بقى في التالتة دي بيقول لي Friday و before. Friday يعني الجمعة. comes before بيجي قبل Saturday، قبل السبت. نقول تاني Friday comes before يعني يجي قبل Saturday. رقم الجملة دي تقريبا الرابعة هنا بيقول لي today و Sunday دخلهم لي في جملة. today يعني اليوم و Sunday يعني الحد. هنا عندي today يعني النهاردة. طب today دي أنا عايزة أجيب بعدها يكون. طب هي مفرد، يكون للمفرد يعني إيه؟ is. يكون للمفرد يعني is. Today is Sunday. Today is Sunday يعني النهاردة يكون الحد. Today is Sunday. يبقى يكون للمفرد يعني ايه؟ is. يكون للمفرد يعني is. يكون للمفرد يعني is. تعالى هنا بقى بيكلمني ده كده. خلصت الدرس الأولاني في الوحدة الجمل الخاصة بيه. بيقول لي هنا بقى كان تقريبا ده الدرس الثالث meals of the day يعني وجبات اليوم بتاعتنا. breakfast دخلهم في جملة I eat bread. I eat bread يعني أنا باكل العيش. and eggs والبيض في وجبة إيه بقى؟ for breakfast في وجبة الفطار. دايما اتفقنا مع بعض إن أنا بقول for وأحط بعدها الوجبة اللي أنا باكلها. for بقى lunch for breakfast for dinner for وبعدها الوجبة اللي أنا باكلها. خلي بالك هنا كل الجمل كان فيها فاعل. مثلا هنا الفاعل كان الضمير اي بعدين فعل يعني حد بيعمل حاجة. حد مثلا بياكل بيشرب بيجري. كل دي اسمها ايه؟ اسمها افعال. لازم تكون عارف تركيب الجملة الخبرية بيكون عامل ازاي. فاعل بقية الجملة. رقم 2 هنا drink milk هقول I drink milk every day. I drink milk every day. انا بشرب لبن كل يوم. I drink milk every day. رقم 3 rice lunch. I eat rice. I eat rice. أنا باكل باكل رز. and chicken وفراخ for lunch لوجبة الغداء. هنا عندي drink و juice. drink juice. I drink juice. I drink juice. أنا بشرب العصير. for فين بقى؟ for dinner للعشاء. I drink juice for dinner. I drink juice for dinner. قولها معايا كتير. I drink juice. أنا بشرب العصير. هنا بقى عندي كلمة sandwich و dinner. ممكن أقول أنا باكل سندوتش في وجبة العشاء. I eat sandwich for dinner. I eat a sandwich for dinner. وورايا I eat sandwich for dinner. I eat a sandwich for dinner. نيجي بقى هنا بيقول لي what do you do on each day. بتعمل ايه في كل يوم؟ عندي كلمة بارك وفرايداي. I go to the park on Friday. أنا بروح الحديقة يوم الجمعة. I go to يعني أنا أذهب إلى. I go to I go to I go to I go to the park. بروح الحديقة. قبل أيام الأسبوع احفظها كده بستخدم حرف الجر on. يبقى قبل أيام الأسبوع بستخدم حرف الجر on.
I go to the park on Friday. اللي بعدها play Sunday. I play with my friends. احفظها. أنا ألعب مع أصدقائي. I play with. بلعب مع. I play with my friends. I play with my friends. I play with my friends. I play with my friends on Sunday. يعني أنا بلعب مع أصحابي يوم الحد. هنا بيقول لي go في جملة هقول I go to school. أنا بروح المدرسة. I go to school. I go to school. I go to school every day. بروح المدرسة كل يوم. عايزاك تذاكر لي الجمل دي كويس قوي قوي قوي. الجمل الخبرية دي تذاكرها كويس قوي. ليه؟ عشان المرة الجاية وانا بحل معاه الجملة الخبرية بتتعمل ازاي والجملة الاستفهامية بتتعمل ازاي، بحيث ان انا اظبط عندك التكوين تكون فاهم انا ايه بحل ايه. كده نكون خلصنا حصة النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.